عايز اقول شكرا لكل جماهير الهلال السوداني على اللي بيعملوه معانا، والله العظيم ما بهزر. انا عارف ان احنا برضه وقفنا جنبكم كتير، والحمد لله احنا اخوات في الاول والاخر. لكن انتوا كمان يعني النهارده كنتوا بتباركوا لنا النهارده وواقفين معانا، يعني ظهر في ظهر وكتف في كتف، واحنا بنقابل شباب بلوزداد. اي نعم، طلع تعادل 0-0، احنا كنا فايزين عليهم هناك 1-0. فالحمد لله فزنا. وانا شفت كل الناس اللي بتبارك لنا سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، والله العظيم اخوات. وبعدين انت بتبارك لنا وبتبارك لنفسك، لانك انت اصلا زملكاوي زينا، زي ما احنا بنعشق الهلال السوداني انتوا بتعشقوا الزمالك. وسبحان الله يا جدع، في كيمياء كده، في كيمياء ما بين الاثنين. لا ومش بس كده، استنى، احنا لسه مدين الاهلي كمان على دماغه. هقول لك التفاصيل كلها، بس اخبط اللايك، وصل الفيديو ده ل 10000 لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم وفيديو جديد. وحشتوني، عارف ان انا بقالي 3 4 ايام ما نزلتش، يمكن بعد القضيه اللي مسكناها فتره كبيره مع الهلال السوداني، وكنا نامل ان هو المباراه تتعاد او على الاقل تتعاد او يفوز. بس يعني الحمد لله بعد المنشطات اللي حصلت مع نهضه بركان والكلام ده كله، لكن خلاص جه الموعد تاني ان احنا نبدا نتكلم على الكوره السودانيه، وبالاخص الهلال السوداني. عنده مباراه مهمه جدا في الدوري الرواندي بكره، ان شاء الله يفوز ويأكد برضه صداره الدوري، وان شاء الله ياخد الدوري، وان شاء الله يروح دوري ابطال افريقيا، ويبقى في متعه تانية ان شاء الله. الاول كده صلى على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. فانا الفيديو ده سامحوني انا عملته ميكس لان انا عايز اخلي القناه دي هلال سوداني وزمالك، زمالك وهلال سوداني، يعني احنا الاثنين في ظهر بعض. الحمد لله لما انت بتكسب احنا بندخل نبارك لك، ولما انا بكسب انت بتدخل تبارك لي، ففي كيمياء كده زي ما بقول لك، في كيمياء. وبعدين بقى يا سلام بقى لما تكسب الاهلي، ياه عشق بقى عند الزمالك وعشق عند الهلال السوداني. اي والله زي ما بقول لك كده. عايز اقول لك ان احنا كنا بنقابل الاهلي في السله، وفي نصف نهائي كاس مصر، والحمد لله فزنا عليه. يعني او كنا بنفرق بالفرق 15 نقطه و16 نقطه وكده، بس في الاخر كسبنا فرق 7 8، مش مشكله. انا شايف ان 10 على 10 والحمد لله طلعناه. المفاجاه بقى كمان ان انت مش تقابل الاتحاد، لان الاتحاد قوي جدا في السله. ده المصريه اتصالات فاز على الاتحاد. تقول لي طب الاتحاد جامد، ما المصريه اتصالات فاز. مش اقول لك لا، مش موضوع كده، لان المصريه الاتصالات لما كان بيلعب الاهلي فاز عليه برضه في اول مباراه، والاهلي بعد كده فاز عليه في اخر كام مباراه. انت فاهمني؟ فنفس الوضع، هو ممكن يكون فاز كده عن طريق الصدفه، وممكن يكون بالاجتهاد وكل حاجه، بس ان شاء الله يجي قدام الزمالك مش هيعمل حاجه. برضه احنا مش عايزين النغمه بتاعت انا فايز، يعني لما فزنا على شباب بلوزداد 1-0، برضه لما جينا هنا ما لعبناش بنفس الحماس، ودي مشكله. انت لو كنت بتعادل هناك او خسران هناك كنت هتلعب هنا ماتش ناري. لكن الحمد لله المهم الفوز، المهم ان احنا نصعد، المهم ان احنا كسبنا شباب بلوزداد النهارده، المهم ان احنا كسبنا الاهلي النهارده. ان شاء الله بقى زي ما هي ليله بيضاء النهارده تبقى ليله زرقاء بكره. ليله زرقاء يعني الهلال السوداني، خد بالك بقى، واخبط اللايك المتين والشير يا زول. ان شاء الله بكره الهلال السوداني كمان يفرحنا. المباراه الساعه 6:30 بتوقيت مصر، ان شاء الله نفرح كلنا بعد الماتش.